شايفين بقى كده الجمال بتاع الكيك بتاعتنا النهارده؟ هنعمل جاتو شاتو. تمام، شايفه؟ والصوص كمان اقتصادي وحلو. هنعملها كريمه الموس شوكولاته. يعني عايزه اقولك الجمال ده خطير واقتصادي، وكمان مش مكلف وحلو جدا. شايفه كمان واحنا بنقطعها انسيابيه ازاي؟ ممكن تحطيها في التلاجة او في الفريزر تتماسك، وبعدين تقطعيها. طبعا احنا كنا مستعجلين عليها، مش هنسيبها عشان كلنا بنعشق الشوكولاته. اول حاجه بقى معايا هنا كوبايه من الزيت زي ما انتوا كده شايفين. ضفت عليها كوبايه من الحليب، وهضيف كمان كوبايه من السكر، وهضيف عليهم كوبايه من الكاكاو الخام. تمام بالشكل ده. وهنزل كمان ب2 ظرف فانيليا علشان الريحه بتاعه الكريمه بتاعتي او الصوص بتاعي يبقى حلو. تمام زي ما انت كده شايفه اهو. هضربهم بقى في الخلاط كويس جدا لغايه ما القوام بتاعه هيبقى متماسك كده. لو حسيتي ان القوام اتقل من كده ضيفي عليه معلقتين 3 من الحليب واضربيه تاني. ماشي، هننزل بقى كده نص الكميه في بولة او في كوبايه حسب ما انت عندك. النص التاني بقى هنضيف عليه 2 بيضه، وهضيف عليهم نص كوبايه من الحليب، وهضربهم كويس في المضرب او في الخلاط اي حاجه. تمام، وهنزل بقى كده بالخليط بتاعي ده شكله بعد ما ضربناه في الخلاط. هنزل عليه بقى بكوبايه من الدقيق، طبعا تكون منخوله اهم حاجه. وهنزل كمان بظرف من البيكنج باودر، هو الظرف يدوب معلقه كبيره. تمام، وهنقلبهم كده بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفه لغايه ما كل القوام بتاعه كده يتجانس مع بعضيه. وكمان هيبقى القوام مش تقيل ولا خفيف، وسط، علشان تطلع اسبونش معاكي الكيك. شايفه اهو بالشكل ده. لو تقلتي الكيك بتاعك هيبقى سميك ومش حلو، هتطلع كبسه معاكي كده الكيكه ومش هتبقى ظريفه خالص. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 على رف اوسط. تمام، وده شكلها بقى كده بعد ما خرجت من الفرن. هعمل لها اختبار باي خله عندك، طبعا طلعت نضيفه ما فيهاش اي حاجه كده، استوت معايا. هتسيبيها تبرد، وهنجيب هنا كوبايه من الكريم شانتيه خام، وضفت عليها معلقتين من السكر، وحبيت بقى اضيف كده شويه شويه من الميه. ضربت معايا بالقوام ده. ضفت عليها بقى معلقتين من صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه، وهنضربهم بالمضرب. طبعا ده الشوكولاته بقى، ده كده صوص الموس. شايفه كريمه الموس دي حلوه جدا، صوص الشوكولاته. هننزل بقى كده على الكيك بتاعي، وهبدا اسويها واظبطها كويس وادخلها التلاجة طبعا تتماسك. بعد ما تخرج بقى من التلاجة هضيف عليها صوص الشوكولاته بالشكل ده. لو صوص الشوكولاته طلعتيه من التلاجة حسيت ان هو سميك شويه او تقيل ما بينزلش معاكي، تضيفي عليه معلقه من الحليب عشان يبقى مظبوط. وده شكلها بقى اهو بعد ما جهزت معايا. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.